إلا شعرك كيطيح باهت ومتقصف أو عندك مشكل شعرك ما كيطوالش، جبت لك وصفة ممتازة كتعالج جميع مشاكل الشعر منهم حتى القشرة. الوصفة هي عبارة عن المشاط الخليجي اللي هو سر شعر الخليجيات، ما شاء الله شعرهم طويل وقوي. من بين الفوائد ديالو كينشط الدورة الدموية ديال فروة الرأس، كيقوي الشعر، كيقلل من التساقط ديالو وضد الفطريات، وكيعالج أيضا الحكة والقشرة. غادي نحتاجو المعلقة كبيرة ديال الخردل اللي كتنشط الدورة الدموية ديال فروة الرأس، كترطبها وكتخلي الشعر لامع وصحي. غادي نحتاجو أيضا المعلقة صغيرة ديال الحب الرشاد اللي كيحفز نمو الشعر وكيحميه من التساقط. 6 غرام ديال القهوة، الكافيين اللي في القهوة كينشط الدورة الدموية وهذا الشيء كيساعد على تسريع نمو الشعر. غنحتاجو 3 غرام ديال الزعتر اللي كيساعد على علاج الشعر المتضرر من الكيماويات وكيعطيه الحيوية وكيعقم فروة الرأس. غنحتاجو 10 غرام ديال الأملة اللي هو سر من أسرار شعر الهنديات، كيستعملوا الأملة بكثرة لأنها كتطول الشعر، كتخليه صحي ولامع، وكتمنعه من التساقط لأنها غنية بفيتامين سي، وكتساعد أيضا في تأخير الشيب. عندنا أيضا 3 غرام من القرنفل و10 غرام من الأملج اللي هو نبات مشهور في الطب الشعبي وعنده فوائد كثيرة للشعر، فيه مضادات الأكسدة اللي كتأخر الشيب. عندنا 3 الحبات ديال اليانسون النجمي اللي كيقلل من الحكة والحمرار وكيحافظ على رطوبة الشعر. وعندنا أيضا ملعقة صغيرة ديال بذور الجرجير اللي خطير في تطويل الشعر وعنده فوائد كثيرة وغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية للشعر. عندنا أيضا 15 غرام ديال الخزامة اللي مكافحة للفطريات وكتعالج القشرة والحكة وكتنشط الدورة الدموية ديال فروة الرأس. عندنا 15 غرام ديال الكركدي اللي كيحفز إنتاج الكيراتين وكيغذي بصيلات الشعر. وعندنا أيضا 15 غرام ديال الفوة اللي غنية بالأحماض الدهنية اللي كيرطبوا الشعر وكيوحدوا لنا اللون ديالو. عندنا 15 غرام ديال البابونج اللي كينقي فروة الرأس وكيعالج القشرة وكيعطي لمعان للشعر. والورد غنحتاجو فيه 15 غرام اللي حتى هو مفيد جدا للشعر، كيغذي بصيلات الشعر وكيعالج التهاب فروة الرأس. غادي نخلطوا الأعشاب مع بعضهم ونطحنوهم. بالنسبة للخردل وحب الرشاد والجرجير هادو إضافة من عندي ما كيتستعملوش في الوصفة الأصلية، أنا ضفتهم حيت عارفة الفوائد الكثيرة ديال هاد المكونات في تطويل الشعر. من بعد ما طحنا الأعشاب وغربلناهم، ضروري تغربلوا عدة مرات باش يجي القوام ديال المشاط رطب. عرفتوا واحد الريحة يا سلام فنة ديال الأعشاب. وضعت المشاط في علبة إلا كنتو غادي تحضروه للبيع فكيجي زوين في هاد لومبالاج. دابا غادي نقدم لكم طريقة الاستعمال. غادي نحتاجو 3 المعالق ديال السدر، 3 المعالق ديال الحنة، و3 المعالق او اكثر ديال المشاط على حساب طول الشعر ديالكم. ونضيفوا معاهم زيت من اختياركم اللي كتناسب شعركم، وماء دافئ او مغلى الاعشاب. بالنسبه اللي ما كتستعملش الحنه ممكن تستغنى عليها وتعوضها بالمشاط. فهاد الوصفه ضروري نضيفوا لها الزيت باش ما تنشفش لينا الشعر. غادي نوضعوا السدر والحنه ديالنا. انا هنا استعملت الخلاط اليدوي باش يسهل التخلاط ديال السدر والحنه. من
من بعد ما خلطنا مزيان الحنة والسدر نضيفو مشات. غادي نضيفو حتى الزيت. هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه، رائع وريحته زوينه. كنخليوه على شعرنا حتى لساعتين ونغسلوه من مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. غادي تحسوا بالفرق من الاسبوع الاول. شعر صحي لامع والتساقط كيقل والشعر كيطول بسرعه، بالخصوص الا ضفتوا ليه الزيت اللي غادي نحضرها معاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال اعجابكم والى اللقاء.